سواد يقول البرامج اللي تزيد الفريمات صدق لو كذا برد الفيديو. شوف صديقي سواد، خلي نسوي تجربة انا وياك واي واحد يقول لك ذن البرامج حقيقية. جيب جهازين، جهاز بالاساس يدعم 90 فريم، والجهاز الثاني شغل عليه برنامج مال فريمات. حلو، اللي هنا ما راح نختلف. من شغلتهن اثنيناتهن انزل بالجيم، شوف الجهاز اللي يدعم 90 فريم سلاسة باللعب، بينما هذا اللي منزل له برنامج يقطع، يحمى عندك، يصير عندك بي شلون اقول لك لاج. ليش؟ لان يا صديقي كل جهاز وله مواصفاته. اذا على حكيك واكو برنامج يدعم ويرفع الفريمات، فعلى حكيك بعد ما حد يشتري جهاز ثاني، اروح انزل لي برنامج مال فريمات وافض ام السالفه. والشغله الثانيه صديقي، الهرتزيه مال الشاشه مال جهازك هي اللي تحكم. اذا كانت 60 هرتز ما راح تدعم لك اكثر من 60 فريم، وانت تجي البرنامج دا يقرا لك فريمات كذبيه، والعقل هنا انخدع وصدق انه اني دا العب 90 فريم، بس انت بالاساس على فريماتك العاديه، يعني ماكو فرق بيناتهن. وشغله كلش مهمه، ترى ذن البرامج يتعبن الجهاز مالتك، يتعبن المعالج، يشتتن القراءه العشوائيه. يعني بدال ما تفتح بس بوبجي انت مشغل برنامج وياها. اتمنى وصلت الفكره، واذا عجبك خلي لايك ومتابعه، وبكيفك بعد اذا تصدق او ما تصدق.